السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد وهنعيد مع بعض الاساسيات. حاولوا تتابعوا معايا علشان الحاجات دي تثبت معاكم، اللي هي الاساسيات: حردة الرقبة، سقوط الكم، حردة الجيرو. الحاجات دي كل ما نكررها بتثبت معاك ان شاء الله. الدرس ده كيلوش، انا جايبه له 3 متر ونص. 3 متر ونص طبعا بطبقهم كده بالعرض بتاعهم مرتين زي ما احنا متعودين مع بعض، وباخد الجزء المقفول وهطبقه اهو على الجزء المفتوح ده كده الكالوش يا جماعة. تمام. باخد الجزء المقفول بعد ما طبقت القماشة كده بطولها مرتين، يعني بقت مترين الا ربع مثلا ومترين الا ربع. مترين الا ربع ومترين الا ربع طبقتهم على بعض كده مرتين. خدت الجزء المقفول وطبقته على الجزء المفتوح، وبعدين ببدأ أقسم الوسط على 4. لو طلع معاك مثلا 20 بتقلل عنه سنتي واحد أو 2 سنتي، لأن لما بنعمل الدوران كده الوسط بيوسع معاكي شوية. وبعدين باخد عرض المزورة وبثبت المزورة كده فوق، وببدأ ان انا الف بالمزورة بتاعتي كده. خلاص انا قصيت الجزء بتاع الوسط اللي فوق. هبدأ ان انا اثبت بقى، اظبط القماشة بتاعتي اهو من تحت علشان اخد طول الجيبة بتاعي. طول الجيبة ده مختلف يا جماعة من واحدة لواحدة، يعني طول الجيبة 100، 105، 110، كل حد ليه طول جيبة. باخد بقى من دوران الوسط كده طول الجيبة اللي انتي محدداه. بتاخدي طول الجيبة وبتزودي عليه 2 سنتي خياطات، وبتبداي ان انت تحركي المزورة وبتلفي بيها. تمام اهو، بحرك المزورة وبلف بيها كده اهو. تمام كده. خلاص انا عملت الدوران بتاع الجيبة من تحت بطول الجيبة المطلوب مني، وهبدأ ان انا اقص طول الجيبة بتاعتي. وكده انا عملت الكلوش. انا الكلوش لسه هعمل فيه جيوب بس مش هعملها معاكم دلوقتي، علشان انا هعمل الجيوب بعد القصاقيس اللي هيفيد من القصاقيس. فانا ركنتها وهرجع اعمل معاكم الجيوب تاني. تابعوا بس معايا وهتشوفي الجيوب بتتعمل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة خالص. اول حاجة كده ان هاخد ده كده الحاجات بقى اللي هي الحشو اللي طلع من الديل. هبدأ ان انا اعمل الكمام. الكمام بتاعتي انا هعمل طوله حوالي 35 سنتي، والباقي هيبقى قصة زي كلوش كده برضو في الكم. انا خدت عرض الكم 24، نصه 12، وخدت سقوط الكم 12 سنتي. وعملت الدوران بتاعي، بتعملي سنتي كده نازل لتحت وسنتي طالع لفوق من بعد دوران النص بتاع الكم. تمام. ده كده الكم بتاعي اهو. كده انا قصيت الكم اللي هو الجزء اللي هو لحد الكوع فقط، وبقية الكم انا هقصه معاكم دلوقتي كلوش. هعمل بس فرطة كده في الكم علشان تعرفك ان دي نص الكم. عند الخياطة الفرطة بتاعة الكم دي هي اللي بتيجي عند الكتف وانتي بتخيطي. هاخد دي بقى كده وهقسمها. هعملها نص كلوش للكم. هقسمها كده على 4. تمام. بس هي على 4 وانا هاخد كل 2، يعني كل واحدة من كل 2 منهم وهعملهم للكم. فطبعا كده انا هقسم الكم بقى على 2 مش على 4، لان انا مش عاملة ده الربع، ده انا عاملاه على النص. هبدأ كده ده نص الكم اهو، وهبدأ اعمل الدوران بتاعي. تمام. وهبدأ ياخد برضو دوران كده من تحت، وهبدأ الف بيها كده بالمزورة. وكده انا عملت الكلوش او النص كلوش بتاع الكم من تحت اهو. كده الكم من فوق. دي كده بتاعة الكم. كده بقى هبدأ اقص الجزء بتاع الصدر اللي فوق. من الجزء التاني هقسم بقى طبعا القماش على 4. الجزء اللي انا بعلم لكم عليه ده اللي هو بتاع السوستة، لان انا هسيب مقدار السوستة
كده لبره ويكون مفتوح، والجزء اللي مقفول ده كده الجزء اللي هو بتاع الامام مفيهوش مرد ولا فيه حاجه. كده انا بس بظبطها على سنتي او سنتي ونص. اللي مخطط ده مفتوح، ده مكان او مقدار السوستة. هبدأ اخد المقاسات من الجزء المقفول مش من الجزء المفتوح. عرض الرقبة 8 سنتي، عرض الكتف 21 سنتي. باخد كذا نقطة كده عند الخط بتاع الكتف. سقوط الكتف 3 سنتي، طول الباط 24 سنتي. زي ما احنا عارفين احنا بنعمل طول الخط بتاع الجيرو قد الخط قد عرض الكم، بتطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله وما فيهاش مشاكل. خدت طول الظهر كده، هحط بقى نقطة الصدر. بقسم دوران الصدر على 4. بعد ما اقسم على 4 عندي هيكون 29 سنتي. دي كده حردة الجيرو، ده كده الكتف اهو. تمام كده. هنقص بقى النقطة بتاعة الوسط وخلاص. هاخد بقى الخلف واعمل التعديلات بتاعتي بتاعة الامام. اول حاجة هنا احدد بس مكان البنسة بعد 11 سنتي. بتعملي فرطة كده بسيطة وبنعمل فيها ايه الفرطة بتاعة البنسة. بنزل 10 سنتي فرق الحردة الامامية، الرقبة الامامية عن الرقبة الخلفية. باخد سنتي من حردة الجيرو، وباخد سنتي من الكتف. دي كده ده كده الرقبة، وباخد سنتي من الكتف. دي كده فروقات الامام من الخلف. تمام، يا رب تكون الحاجة واضحة وسهلة وبسيطة عليكم ان شاء الله. كده خلاص عملنا الامام وعملنا الخلف وعملنا الكمام بتاعتنا. هرجع بقى، هي دي ورقة كانت جاية في القماش، يعني جاية في التوب بتاع القماش اصلا. هرجع بقى للكلوش تاني علشان اطلع من القصاقيس دي، اطلع منها الجيوب. طب انا هاجي عند الكلوش واجي عند الجزء المقفول واقسمه بالنص بالظبط علشان اعمل الامام لوحده والخلف لوحده، علشان انا عايزة هعمل في الامام جيوب. فانا كده خلاص فصلت الامام من الخلف، وهبدأ ان انا اطبق الامام كده على الاتنين، وهاخد رسمة الجيب. بمشي كده من ناحية في العرض الكم، العرض بتاعه 10 سنتي والطول بتاعه 16 سنتي، وبعمل دوران كده. ده كده الجيوب بتاعتي بتحرديها كده، بتوصليها ببعض وبتحرديها. تمام. وهبدأ ان انا اعمل الجيب بقى تحت الخيالة بتاعته. اول حاجة الجيب اللي بناخده مع الدوران بنقصه نفس الدوران بتاع الكم اللي انت عاملاه ده، علشان يطلع معاكي مظبوط وما يلفش معاكي وانت بتركبيه. يعني ما بيكونش قطعة مستقيمة، لا، زي ما الناس سألتني قبل كده هو بيتعمل ازاي. هي دي الطريقة بتاعته، ان انت بتاخدي الجيب اهو وبتقصي نفس الدوران اللي انت عاملاه في الكلوش، اللي هو دوران الجيب اللي احنا عملناه ودورناه وعملناه. تمام كده. انا خلاص دورته اهو. دي كده القطعة اللي هي تبقى خيالة تحت. تمام. هتفهموها معايا دلوقتي واحنا بنقفله مع بعض، هتفهموها وهتبقى واضحة ليكم وسهلة. ده كده الجيب، ده كده ناحية واحدة بس، وهعمل الناحية التانية، لكن الناحية التانية ما جابتش ان الجيب يكون طويل معايا، يكون كله حتة واحدة. فانا هعمله على قطعتين وهفتح ده بحيث ان الناحيتين يكونوا زي بعض، يكون برضو على قطعتين. تمام. هاخد بقى الناحية اللي انا قصيتها وهعمل عليها نفس الدوران اللي انا عملته بس تكون عكسها، يعني القماشتين وشهم في وش بعض، علشان لما اجي اركب يتركب وهما عكس بعض. لان طبعا احنا الجيوب بتاعتنا يمين وشمال، انا مش عايزاهم يكونوا الاتنين في اتجاه واحد. تمام. خدوا بالكم من النقطة دي علشان ما تتلخبطوش فيها. كده خلاص انا قصيت كده طبقتين فيهم حردة وطبقتين مستطيلين كده مفهومش حردة، وهتفهموها معايا دلوقتي واحنا بنقفلها ان شاء الله.
كده ده الكلوش اللي قدام واللي ورا والجيوب والصدر. تمام. هقص بقى القطع البيضة اللي انا هعملها. هعمل منها الحزام، وهعمل منها القصات بتاعتي البيضة اللي هي عند الكمام. انا قصيت قطعتين للحزام لان احنا عايزين الحزام طويل، وهوصلهم في بعض وهقفلهم. والحتة اللي باقية هقصها عبارة عن شرايط، كل شريط العرض بتاعه حوالي 4 سنتي. وكمان كده 4 سنتي كتير لان انا عايزة منه حرف بسيط جدا، بس 4 سنتي علشان انت تكوني واخدة حريتك في الخياطة. وكده كده احنا ال4 سنتي هنقسمهم على الاتنين، يعني هي مش هتكون 4 سنتي كاملة، لا ده انا هقسمها على الاتنين. هاخد بقى الشرايط دي وهبدأ ان انا اقفلها معايا في الدرس زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. اول حاجه بقى انا هبدا كده بالكلوش، ان انا هاخد الدوران بتاع الكم بتاعي اهو، الدوران بتاع الجيب معلش، الدوران اللي انت قصتيه، وهبدا ان انا اثبته على الدوران بتاع الكلوش. وش الجيب في وش الكلوش او وش الدرس. وبتبداي ان انت تفتحيها كده، بتخيطيها وتفتحيها بالمقص. طب ليه بفتحها بالمقص؟ علشان لما آه اجي اقلبها كده لجوه وادوس عليها كده بالدواس ما تكشكش منك ويبقى شكلها مش كويس. تمام كده خلاص اهو. هقلبها، قلبتها كده لجوه، وهاخد القطعه بقى اللي هي المستطيله دي، وهبدا ان انا اثبتها كده من فوق في الجيب، واثبتها من الجنب. يبقى انا كده عملت الجيب على جزئين، الجزء اللي هو فيه دوران وقلبته لجوه وضربت عليه بنطه، والجزء التاني اللي هو المستطيل. وبعدين هتقلبي بقى الكلوش وتبداي ان انتي تقفلي الجيب بتاعك من جوه اهي بنفس الطريقه. هاخد الدوران بتاع الجيب وهثبته فيه الدوران بتاع الدرس اللي احنا عاملينه بتاع الكلوش، وهعمل فتحات كده صغيرة ما توصليش طبعا للخياطة اللي انت عاملاها، هي دي بس علشان لما تقلبي كده وشايفة واحنا بندوس كده تطلع معاكي الحتة مظبوطة وكويسة، يعني تفتيحات في الخياطة. وهاخد برضو الجزء المستطيل اهو، وهبدأ ان انا اثبت عليه الجيب اهو، يا رب يكون واضح ليكم. وهثبت الجيب كده من فوق، وهثبته برضو من الجنب. تمام كده خلاص خلصت الجيبين وظبطتهم. هقفل بقى الجزء الخلفي بتاع الكلوش مع الجزء الامامي من الجناب. ولو الجنب عندك فيه وسع شوية ولا حاجة مش مشكلة، كده هتبنسيه من الجنب ده شوية ومن الجنب ده شوية، لان كده انت عندك خياطين في الجنب. اهم حاجة وانت ماشية كده تبداي تظبطي الحروف بتاعتك على بعض علشان ما يطلعش معاكي طرف اطول من طرف. كده انا قفلت جنب، هقفل الجنب التاني بتاع الكلوش بنفس الطريقة. ما تنسوش يا جماعة اللي يعجبه الفيديو بيستفاد من الفيديو يعمل لايك واشتراك في القناة، ويكتب لنا كومنت حلو علشان يشجعنا ان احنا نستمر ان شاء الله. كده انا بقفل بقى الجيوب بعد ما قفلت الكلوش، بقفل الجيوب بتاعتي كده من ورا اهي، بقفل برضو الجيوب بتاعت الناحية التانية. بناخد كده الجيوب وبنقفلها على بعض. طبعا هننضف بقى في الاوفر وهنظبط الدنيا دي كلها في الاوفر، بيظبط لك الشغل يا جماعة. تمام هركب بقى هنا كده دواس السوستة، لان طبعا احنا عارفين ان في تركيب السوستة السحرية دواس السوستة حاجة اساسية. بنركب دواس السوستة وبعدين بتجيب السوستة كده وتحطي وش السوستة السحرية في وش الدرس، وبتقلبي كده سن السوستة بايدك، وبتخلي الابرة هي اللي تزنق على سن المكنة، على سن السوستة معلش كده، وبتقلبي بايدك. يعني المكنة بس في اليوم ده بصراحة كانت مغلباني جدا، كانت عمالة تفلت. كده خلاص انا عملت ناحية من السوستة. الناحية التانية طبعا انا مركبة دواس السوستة اليمين، فمثلا انت لما تيجي تركبي الناحية الشمال
السن بتاع الابرة مش هو اللي هيكون لازق في السن بتاع السوستة. طيب خلاص، ثبتي السوستة بتاعتك الاول وبعدين هاتي السوستة من تحت، يعني اقلبي بحيث ان انت برضو تكون كده سن الابرة هو اللي ثابت على، هو اللي زانق على السن بتاع السوستة، علشان السوستة تطلع معاكي شكلها حلو ومظبوطة. هنا السوستة بس ما كانتش جايبة لحد اخر طول الظهر، فانا يعني كان في حوالي 3 سنتي انا عملت لهم خياطة. هنا بقى هعمل البنسة. تمام. البنسة يا جماعة مكان الفرطة انا بس هغير الدواس، علشان مش عارفة اشتغل بدواس السوستة في الخياطة، بيكون صعب شوية. هنا كده، هنا طول البنسة اهو بيبقى حوالي 12 سنتي يا جماعة، او بتاخديها عند الفرطة اللي انت عاملاها كده سنتي، وبتطلعي على مفيش لحد اول خط الصدر اللي احنا عاملين عليه حردة الجيرو. معاكي الطريقتين، يا تعملي طولها 12 سنتي يا لحد اول خط الجيرو زي ما يريحك، وبتبداي ان انت تاخدي سنتي كده من تحت وبتطلعي على مفيش لحد الخط اللي انت بتكوني محدداه في طول البنسة بتاعتك. كده خلاص انا عملت البنس بتاعتي. هنا هقفل بقى الكتاف والجناب، هقفل الكتفين والجنبين بتوع الدرس. يبقى انا عملت السوستة وعملت البنس، وهتبداي ان انت تقفلي الكتفين والجنبين. وطبعا الجزء بتاع الكلوش اللي تحت كده ده خلصان. يبقى احنا كده باقيلنا بس هنجهز الكمام. اهم حاجة ان انت وانت شغالة تاخدي القصة اللي انت فيها او الدرس قصات كذا مرحلة كده، تخلصي مرحلة مرحلة. يعني احنا خلصنا الجيوب والكلوش اللي تحت، بعدين دخلنا على الصدر خلصناه. كده باقيلي الكمام اهو. هبدأ ان انا بقى اعمل الكمام بتاعتي واركبها، وكده خلاص يكون الدرس بتاعنا جاهز وكامل اهو. هبدأ ان انا اعمل بقى كده، انا عاملاها على اللي هو الجزء الابيض ده، عاملاه على الاتنين، بثبته كده على الاتنين زي ما انت شايفة معايا. وهبدأ ان انا احط عليه الجزء بتاع الكلوش اللي هو احنا عاملينه بتاع الاسمر، اللي هو احنا عاملين القصة بتاعته من اول الكوع كده بتاع الدراع لحد تحت. هبدأ ان انا بقى، بصي انا بتني كده الاسمر وببين حوالي يعني اقل من نص سنتي. حاولي بقى طول ما انت ماشية كده تظبطي ايدك على النمط ده، ما تغيريهوش. ان انا ماشية كده نص سنتي اهو وبلف بيه. وطبعا انا بعمل من على الوش علشان اكون شايفة الخياطة بتاعتي مظبوطة ولا لأ، وانا سايبة قد ايه. طبعا هنا هتحسوا ان الخياطة فيها سنة كشكشة شوية، لان القماشة البيضة دي قماشة سوفت، فهي بتعمل كشكشة معايا شوية مع الروزالين. لكن المفروض ان انت اي حاجة زي كده طبعا بتكويها وبتظبطيها بالمكوة. المكوة بتداري اي حاجة من الحاجات دي. يعني ما تخافيش ان انت تقولي ده كشكشت مني، ده باظت مني، لا ما باظتش. انت بس اعمليها بالمكوة وان شاء الله هتظبط معاكي وتبقى زي الفل. انا هنا قربت لكم اهو الصورة اقرب في الكم التاني عشان تكون واضحة ليكم انا بعملها ازاي اهو. انا كده ماشية اهو، بحاول ان انا اظبط على قد ما اقدر. بتتني الكم بتاعك وبتدوسي على الحرف، بتثبتي الخيطين مع بعض. وهنا ده كده الجزء اللي كان تحت الكم بقى يا جماعة، فيه جزء من اللي تحت والجزء اللي فوق من عند الوصلتين برضه هيكون فيه ابيض. فانا كده ركبته على الوش اهو، بركبه على وش الكم علشان لما اجي اركبه في الجزء بتاع الكم اللي فوق، النص اللي فوق يكون واضح وباين، يعني يكونوا الاتنين كده متخيطين مع بعض وكويسين. يبقى انا كده عندي ابيض عند الوصلة اللي فوق وعند الرافية اللي تحت. كده خلاص انا عملتهم. انا هبدأ ان انا اقفل بقى اللي هو النص كلوش بتاعي ده بتاع الكم. هبدأ ان انا اقفله وهقفل الكم الجزء اللي فوق وهركبهم بقى. هبدأ ان انا احط النص كلوش ده هدخله جواه.
دخلته كده جواه، واحط طبعا الخياطة على الخياطة، وهبدأ ان انا الف بيه بالخياطة بتاعته عشان اثبتهم مع بعض. وكده يبقى الكم جاهز معايا. وهبدأ ان انا اخد بقى الكم واركبه في الجزء بتاع الدرس اللي هو الصدر بتاع الدرس بتاعي. انا كده بس بثبت الكم التاني اللي هو الجزء بتاع الترومبة بتاع الكم من فوق، بثبته في الجزء بتاع الكم من تحت. تمام. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم، وكون قادرة ان انا اوصل لكم المعلومة باسهل طريقة ان شاء الله. اهم حاجة يا جماعة وانت بتخيطي ان انت تحطي الخياطات بتاعتك على بعض، دي بتدي شكل كويس معاكي للقطعة في الاخر، وبتكون الحتة معاكي طالعة مظبوطة وما فيهاش مشاكل، وتعجب الزبون ان شاء الله. كده خلاص انا هركب الكم. طبعا انا بدخل الكم على وشه والدرس بيكون على ظهره، بحيث ان الوش يكون في الوش، وببدأ احط خياطة الجنب بتاعة الكم على خياطة الجنب بتاعة الدرس، وببدأ الف بالدرس. والفرطة بتاعة نص الكم اللي احنا بنبقى عاملينها واحنا بنقص دي بنجيبها عند الكتف بالظبط. ماشي. خلاص كده بركب الكم التاني اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هعمل البيه. طبعا احنا عارفين ان انا باخد من اول السوستة من ورا شريط كده، وبكون قلباه ناحية الدرس وبلف بيه بالرقبة. تمام. هنا ثبت الوسط بقى في الوسط اهو. بصراحة الدرس ده تعبني جدا جدا، يعني من الحاجات اللي ما كانتش سهلة في شغلها، بس الحمد لله طلع كويس الحمد لله. اتمنى ان شاء الله تنفذوه ويطلع معاكم سهل، ويكون سهل وبسيط عليكم. ولو في اي حاجة اكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله معاكم. كده انا بثبت الوسط اهو. تمام. وهبدأ ان انا بقى اعمل البيه بتاعي من فوق. هقفله في الرقبة زي ما احنا متعودين بنقفله مع بعض. بتقفلي كده الاول الجزء بتاع الرقبة وبتلفي بيه، وبعدين بتقلبيه لجوه. بقلبه كده لجوه علشان ما يكونش فيه خياطة باينة. بقص كل الزيادة دي، وابدأ ان انا كده برفيه لجوه اهو. ترفيه كده لجوه وبتمشي بيه علشان الخياطة بتاعتك تكون خياطة الرقبة خياطة نظيفة وما فيهاش اي مشاكل. ما تنسوش يا جماعة اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة ويدعمنا بكومنت حلو، بحيث ان هو يشجعنا ان احنا نستمر. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.